اهلا بكم في قناة حلو حادق مع مريم. ان شاء الله النهارده هنحضر معاكم فطيرة طاقية السلطان، ترند اليوتيوب وقلب الدنيا. هنحضرها بمقادير مظبوطة وتسوية مظبوطة. مش قادرة اقول لكم على جمالها وحلاوتها، هي هش قد ايه وريحتها تحفة. كملي معايا الفيديو ويلا نشوف مقاديرنا. معايا نص كوباية من المية تساوي 125 جرام، والمية هنا دافية. وكمان معايا 10 جرام خميرة، يعني معلقتين صغيرين. ومعايا 100 جرام من السكر، يعني 5 معالق كبار مليانين. ومعايا ربع كوباية زيت، يعني 50 جرام. وهنقلب المكونات بتاعتنا مع بعض. ومعايا 125 جرام من اللبن الدافي، هيساوي نص كوباية. وكمان هنا انا كان معايا بياض بيضة حطيتها وشلت منها الصفار، وهقول لكم ليه. معايا هنا رشة من الملح. وهخلط كل المقادير بتاعتي مع بعض. تمام. ومعايا كيس من الفانيليا. وهقلب المكونات كلها مع بعض. ومعايا 500 جرام من الدقيق، هيساوي 4 كوبايات ومعلقة كبيرة من كوبايات الشاي بتاعتنا العادية. تمام. ومش هحط الدقيق كله مرة واحدة، هحطه بالتدريج بالشكل ده لحد ما العجينة تتكون معايا وتبقى لينة. انا حطيت كل الدقيق بتاعي، هعجن وهوريكم ازاي هي طرية وجميلة قد ايه. شايفين انا عايزة العجينة بالشكل ده تلزق معاكي وتكون ناعمة بالطريقة دي. وهقسم العجين بتاعي كورتين قد بعض بالنظر كده، لو عندك ميزان هيسهل عليك الموضوع. خلاص انا قسمت العجين بتاعي بالشكل ده. تمام. انا شلت واحدة وهخلي التانية هضيف عليها كاكاو. هضيف عليها معلقة ونص كبيرة من الكاكاو، هيساوي 20 جرام. المقادير دي مظبوطة 100%. ان شاء الله هتجربيها وهتدعيلي. ومعايا هنا حوالي 25 جرام من الزبدة. تمام. وهلم بيها العجين. طبعا كلنا عارفين ان الكاكاو بينشف العجينة. تمام. انا هنا هضيف 3 معالق كبار من اللبن علشان تدينا عجينة لينة وسهلة معايا. هلمها بالشكل ده. ولازم تكون البولة نظيفة معاكي كده، هتكون العجينة معاكي ناجحة جدا. هنشيلها ونحطها على جنب وهنشوف هنعمل ايه في العجينة بتاعتنا التانية. وادي العجينة البيضة بتاعتنا، هنحط عليها برضو 25 جرام من الزبدة وهنلم بيها العجين بتاعنا. هتبقى لينة وهتديكي طراوة ونعومة بطريقة رهيبة. وهنسيب الاتنين يتخمروا مع بعض حوالي ربع ساعة ولا نص ساعة في مكان دافي، ولما نرجع هنشوف ايه اللي هنعمله مع بعض. وده شكل العجين بعد ما ارتاح نص ساعة. هشيلها من البولة ورشة دقيق كده خفيفة من تحت ورشة كمان من فوق، وهفرد العجين بتاعي على شكل مستطيل على قد ما تقدر. ولازم العجين يرتاح معاكي كويس علشان ما يكشش معاكي. تمام. كل ما العجينة بترتاح كل ما العجينة تتفرد معاكي وتبقى سهلة. خلاص انا فردت العجين بتاعي. هجيب العجينة التانية وهفردها بنفس الطريقة. واحاول ان انا افرد العجينتين قد بعض. وما تنسونيش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. وقولي لي بتتابعيني من انهي بلد، وكومنت محفز كده زيك حلو علشان يشجعني. خلاص كده انا فردت العجين بتاعي. هجيب العجينة البني وهحطها على العجينة البيضة وهفردهم على بعض. هخلي الاتنين قد بعض بالظبط. تمام. وهحاول اسويهم كده بالنشابة كده. خلاص العجين بتاعي اتظبط معايا. طبعا هنا انا معايا هنا بديل النوتيلا
انت اي حاجة متوفرة عندك احشي بيها. ممكن كمان شوكولاتة مبشورة، انا هنا هحط برضو شوكولاتة مبشورة معايا. انا كده خلصت الحشوة بتاعتي وهلف العجين بتاعي على شكل رول. انا هنا هلف 3/4 العجين وهسيب ربع واحد بس. تمام. وبعد كده هشرط العجين بتاعي. انا هنا معايا سكرابر، ممكن كمان انت تقطعي بالسكينة او قطعة بيتزا اللي يريحك. تمام. انا كده خلاص خلصت تقطيع، وهمسك العجينة كده بتاعتي من تحت ومن فوق، وهحاول الفها بالشكل ده لحد ما اخلص كل الشرايط بتاعتي. المقادير دي مظبوطة، ما تغيرش فيها حاجة، وان شاء الله هتعجبك. طبعا انا عملتها بعد تجربة، يعني مش كلام وخلاص. ادخلي خدي جولة في القناة بتاعتي، فيها وصفات كتير جدا ان شاء الله هتعجبك، وكلها مقادير مظبوطة. كده خلاص انا خلصت كل الشرايط بتاعتي. ومعايا هنا صينية مقاس 22، طبعا دهنتها بالسمنة او بالزبدة او بالزيت، وحطيت فيها ورقة من الزبدة علشان العجين بتاعي لما اجي اقلبها ميلزقش معايا. تمام. وهلفها بالشكل ده، وهجيب الصينية وهحطها فيها. شايفين شكلها تحفة كده خلاص. وبظبط العجينة بتاعتي. انا خلاص ظبطت البريوش بتاعي تمام، وهسيبه يختمر لمدة ساعة في مكان دافي، وبعد ساعة هرجع لكم. وده شكلها بعد التخمير. شايفين حجمها ضعيف ازاي معايا. هجيب هنا صفار البيضة اللي احنا شلناه منها. تمام. وهضيف عليه معلقتين من اللبن، ومعايا كمان معلقة من الخل عشان زفارة البيض، ومعايا كيس من الفانيليا، وهخلطهم مع بعض وهدهن بيهم الوش. علشان ده فايدته ايه؟ ان هو بيديكي طراوة، وكمان بيديكي اللون الذهبي بتاعها التحفة. كده خلاص. واكون مسخنة الفرن بتاعي على 180 درجة، وهتاخد معايا حوالي 45 دقيقة. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. هدهنها بمعلقتين من الزبدة، وهغطيها ربع ساعة بس عشان تطرى معايا. شايفين هي هشة وطرية قد ايه؟ خطيرة. كده خلاص انا هقلبها واوريها لكم دلوقتي حالا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف شكلها عامل ازاي من تحت. شايفين التسوية بتاعتها مظبوطة جدا. وهنقلبها دلوقتي حالا ونشوف هي جميلة وهشة قد ايه. شايفين شكلها يجنن. شايفين الطراوة هشة وجميلة وتحفة. ريحتها فعلا تجنن. هنقطع واحدة مع بعض وهنشوف هي عاملة ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شكلها روعة، هشة وجميلة، وريحتها فعلا جميلة، تستاهل التجربة. مقادير مظبوطة، تسوية مظبوطة، يعني شغل فاخر من الآخر. مش هتلاقي مقاديرنا في أي حتة. جربيها ومش هتندمي. شايفين مورقة ازاي؟ خطيرة. نقطع واحدة تانية مع بعض. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك والشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. وبكده الفيديو بتاعنا خلص، ودلوقتي اقول لكم باي باي، واشوفكم ان شاء الله على خير. وحطوا اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو.